سوار ماهر الحضور الكرام، السادة والسيدات، نرحب بكم أجمل الترحيب باسم أهالي سنجار وباسم حزب الحرية والديمقراطية اليزيدية. أهلا وسهلا بكم في شموخ جبلنا. والآن نقف دقيقة السمت على أرواح شهداء العراق وشهداء 74 حملة إبادية للشعب اليزيدي والعراق جميعا. ندعوكم لدقيقة الصمت. قادتنا المعنويين في بعثرات هذه الحياة قامت لأعوام من القسوة، رمت على قلبي أوجاعا طاغية جعلتني أفقد عذريتي وأنا طفلة. فليتفضل السيد آزاد شيخ عبدال نائب رئيس حزب الحرية والديمقراطية اليزيدي. السيدات والسادة الحضور، الأساتذة الأفاضل في تجمع القوى المدنية الوطنية المحترمون، السلام عليكم. السادة الأفاضل، السادة الحضور، بداية أقدم شكري وتقديري لجميع الحاضرين لمشاركتنا مأساتنا وتحملهم عناء هذا الطريق الطويل، وأتمنى للجميع الموفقية والنجاح في عملهم. باسم حزبنا حزب الحرية والديمقراطية اليزيدية وكوادرنا مخلصة صادقة، دعونا قبل أن نحييكم ونحيي حضوركم الراقي لننحني أمام هامات شهدائنا الأبرار الذين راحوا ضحية الخيانة والغدر والبربرية. 5 سنوات من التشرد، 5 سنوات من التهجير والقتل، 5 سنوات من النزوح والمخيمات والخيم الممزقة. الآن فليتفضل الأستاذ قاسم السيد أمين حركة الجهاد والبناء في نينوى. بداية أنقل لكم تحيات الحاج المجاهد الأستاذ الدكتور حسن الساري، قائد قوات سرايا الجهاد وأمين عام حركة الجهاد والبناء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال إمامنا الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين لمالك الأشتر النخعي وزيره للدفاع وقائده للجيش أثناء خلافتي في الكوفة، قال: يا مالك، اعلم إن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. إخواني الحضور، يصادف اليوم الإبادة الجماعية لإخواننا الأيزيديين وأخواتنا الأيزيديات في قضاء سنجار العزيزة على يد الزمرة الخبيثة وجماعات متطرفة أبناء الزوايا المظلمة. السادة والسيدات، والآن مع كلمة للسيدة شروق العبايشي أمين عام حركة المدنية، فليتفضل. السيدات والسادة الحضور الكرام، مع حفظ الألقاب والمناصب، أهالي شنقال الأعزاء، اسمحوا لي باسم تجمع القوى المدنية الوطنية أن أعبر عن شكري وامتناني لكم جميعا لدعوتكم الكريمة ولاستضافتكم لنا هنا على أرض سنجار الحبيبة البطلة الصامدة. نحن معكم اليوم في هذه الذكرى الخامسة لأبشع جريمة عرفتها البشرية في عصرها الحديث. ونحن أتينا من مختلف أنحاء العراق، أتينا لنقول لكم
إننا معكم. بسم الله دستوري خده. أيها الأخوة والأخوات الحضور، أيها الضيوف الكرام دون ذكر أسمائهم أو مناصبهم، أخواني الأعزاء، اليوم باسم مجلس الإدارة الذاتية في سنجار وباسم حزب الحرية والديمقراطية الأزيدية نرحب بضيوفنا الكرام بأجمل ترحيب هنا على جبل سنجار، الجبل الشامخ، جبل المقاومة والتحدي والصمود. Sabe que